تخيل تدخل الطواليت وتلقى واحد الميت تحتك. هادشي بصح وقع وغادي يخلعك. اليوم عندنا أغرب القضايا في العالم، قصة حيرت حتى الشرطة وبقات بلا تفسير حتى اليوم. القصة وقعت في اليابان في 1989 في واحد القرية صغيرة وهادئة، والثلج مغطي كلشي والجو بارد بزاف. نهار كان عادي بحال أي نهار. واحد المعلمة عندها 23 عام رجعت من الخدمة في الصباح، دخلت الغرفة ديالها ومشات تعمل طواليت، لكن قبل ما تجلس شافت واحد الحاجة اللي غريبة، حذاء ديال واحد الراجل داخل الطواليت. في الأول حسب ليها شي مقلب داروا لها الاصدقاء ديالها، ولكن الفضول خلاها تخرج تشوف من برا، ولقات واحد الكارثه. لقات الغطاء محلول ديال الخزان، وملي حيداتو رجل انسان داخل الخزان ميت. اللي بقات غامضه، كيفاش دخل هذا الرجل هذا الخزان؟ واش دخل بوحدو؟ واش شي حد دفعو ولا وقع حادث غامض؟ الجثه كانت في وضعيه الجنين وما كانش لابس حتى شي حاجه، وحوايجو كانوا حداه بطريقه غريبه. اليوم عندنا واحده من اغرب القضايا اللي شفتها في حياتي. ما غاديش نطول عليكم، ولكن لقاو جثه ديال واحد الراجل تحت المرحاض داخل خزان ديال الماء ديال المرحاض. هادشي غريب بزاف، كاينين بزاف ديال النظريات على هاد القضيه. اذا انا متشوقه باش نهضر معاكم، وكذلك متشوقه نشوف التعاليق ديالكم. بغيت نعرف الاراء ديالكم قبل ما نكمل هاد القصه، وكنظن غادي يكون عندكم افكار مثيره بزاف على هاد القضيه. ايوا يلا نبداو. هاد القضيه وقعت في 1989 في واحد القريه صغيره في اليابان سميتها مياكوجي، وهي في هاد المكان اللي هي معروفه بواحد المنطقه تامورا في فيكوشيما. في 28 فبراير كانت نهايه ديال الشتاء، كان البرد شويه قارس وكان الثلج مغطي داك القريه كلها. واحد المراه عندها 23 عام، غادي الحقيقه ما غاديش نخليوها بلا بدون اسم، ولكن غادي نسميها الاستاذه في هذا الفيديو. المدرسه اللي كانت خدامه فيها كان غير نهار عادي بالنسبه ليها. رجعت من الويكاند اللي كان هو طويل، كانت كتزور فيه العائله ديالها. في 5 ديال الصباح سالت الخدمه ومشات لدور الطالبه واحد المكان اللي كتسكن فيه. داخل المدرسه كانت عايشه في واحد الغرفه فيها واحد دورة ديال المياه صغيرة. منين رجعت الغرفة ديالها استعملت المرحاض، وهنا بدا كل شيء كيولي غريب. قبل ما تدخل للمرحاض حطات عينيها لتحت وشافت واحد الحاجة ما خصهاش تكون هناك. شافت واحد الصباط ديال واحد الرجل مصنوع من الخشب ولونه اسود، يعني لونه كحل. طبعا كانت محتاره وما فاهمه والو. فكرت يمكن شي حد دار ليها مقلب ولا شي حد حاول يدخل الدار ديالها، فقررت تخرج وتشوف شنو وقع بنفسها. المرحاض كان شويه صغير، كان الحوض في الارض ومربوط بواحد الانبوب كيخرج لواحد الخزان في الاسفل من برا ديال المرحاض. خرجت وبقات كتشوف داخل داك الخزان وكتشوف ان الغطاء ديالو محلول. دخلت كتشوف لداخل وفجأة بقات كتغوت وخوفت حتى داك الناس اللي في داك المبنى اللي ساكنين معاها، حيت شافت الرجلين ديال واحد الراجل داخل الخزان. يعني كاين راجل داخل داك الخزان ديال المرحاض. الاساتذه والمدير المدرسه جاو يجريو باش يشوفوا شنو واقع، ومنين شافوا لداخل تاكدوا على انه كاين واحد الراجل الميت لداخل. واحد من الناس عيط للبوليس، البوليس جاو اكد على ان الجثه ميته داخل الخزان. بداو كيحاولوا يخرجوا ولكن ما قدروش، حيت الخزان من برا العرض ديالو غير 36 سنتيم، يعني شويه ضيق وبزاف باش يخرج منه شي جسم كبير، يعني جسم ديال هذاك الشخص. وحتى الانبوب اللي كيربط المرحاض بالخزان عرضه فقط 20 سنتيم، يعني مستحيل يدخل ليه واحد من هذاك الطريق من الداخل. وحسب الدراسه اليابانيه عرض كتاف الرجل متوسط حوالي 40 سنتيم، يعني حتى الا كان عادي مستحيل يدوز من داك الفتحه. البوليس كانوا حايرين وما فاهمين والو، عيطوا للتعزيزات من مركز اخر، يعني طلبوا المساعده، وجاو 3 ديال البوليس من حفاره باش يعرفوا الواقعه. يعني ملي جاو ديك 3 ديال البوليس مع الحفاره والرافعه بداو يرفعوا الارض ويقطعوا الانابيب باش يخرجوا الجثه، ومن بعد مجهود كبير فعلا وصلوا على ان الجثه يقدروا يخرجوها. لقاوها دايره وضعيه ديال الجنين، ما كانش لابس في الجزء الفوقاني ديالو، ولا كان لابس قبعه مطويه فوق راسو، وما كانش لابس حتى الصباط. 3 ديال البوليس مع الحفاره والرافعه بداو يرفعوا الارض ويقطعوا الانابيب باش يخرجوا الجثه، ومن بعد مجهود كبير فعلا وصلوا على ان الجثه يقدروا يخرجوها. لقاوها دايره وضعيه ديال الجنين، ما كانش لابس في الجزء الفوقاني ديالو، ولا كان لابس قبعه مطويه فوق راسو،
وما كانش لابس حتى الصباط. يعني داكشي اللي شافته الأستاذة هو الصباط اللي كان قدامه داخل المرحاض. الخزان كان صغير بزاف لدرجة ما كانش يقدر ينزل الملابس ديالو هو لداخل، يعني خاصو يكون نزعهم قبل ما يدخل. ولكن علاش هادشي كيبقى غامض؟ علاش يخليهم حتى هو؟ علاش ما يخليهمش برا؟ كلشي في هاد القضية كان غريب وبزاف. كانت المواجهة بين الشرطة وداك الناس اللي كانوا ساكنين في ديك المدرسة كانت، وحتى السكان جاو يتفرجوا في المشهد حيت كانت حادثة كبيرة في داك القرية الصغيرة. ومن بعد ما نطفوه بعد السكان تعرفوا عليه وقالوا على أنه هو شاب عنده 26 سميتو نايوكي. كان واحد الشخص اللي معروف عليه مزيان وطيب مع الجميع وكان محبوب، يعني ما كانش عنده مشاكل مع الناس، كان كيعاون بزاف في واحد النادي ديال الشباب ديال المدينة، وكان كيعطي مساعدات للناس اللي محتاجين في المناطق الأخرى. كل الناس في المجتمع كانوا كيعجبهم طبعه حيت كان إنسان فرح وديما بشوش، وحيت كان ديما مستعد يعاون الناس وحتى اللي كيعطيه ليه يدير الخطابات في العامة. وكان كيأمن على الأعراس في المعهد، كان كيعزف على الجيتار في فرقة، وكان عنده شغف بالكتابة الأغاني. كان غير واحد الشخص محبوب بزاف ومعروف مزيان وما فيش المشاكل، يعني جميع الصفات الحسنة والمزيانة كانت موجودة في هذا الإنسان هذا اللي جبرو مقتول. كان خدام كمدير مبيعات في واحد الشركه ديال صيانه المحطات، حيت هاد الصناعه كانت مشهوره بزاف في اليابان في داك الوقت. منين تلقاو الجثه ديال هاد الانسان داخل الخزان الماء كان ميت من 4 أيام، يعني نهار 24 فبراير ملي خرج من الدار اللي كان ساكن فيه مع والديه. قال لوالديه قبل ما يمشي انه غادي يشرب مع الزملاء ديال الخدمه واحد الكاس ديال القهوه، وانه ممكن يبقى شويه وما غاديش يرجع معطل في الليل. وهذا الشيء ما كانش مقلق بزاف لوالديه حيت قالوا صافي انسان شاب عادي يمكن له يخرج مع صحابه. كان كيدير هذا الشيء بزاف، كيمشي مع صحابه، كيبقى برا مع صحابه وكيرجع بالليل. ولكن بداو حسوا بواحد القلق من بعد ايام ما رجعش وما سمعوا عليه والو. من بعد 3 أيام عيطوا للبوليس وقالوا انه اختفى ولدهم، وبداو كيقلبوا عليه. سيارته جبروها في واحد الباركينغ ديال المزرعه قريبه من ديك المدرسه الابتدائيه اللي غادي يتلقى فيها. من بعد 3 أيام عيطوا للبوليس وقالوا على انه مختفي، وبداو كيقلبوا عليه. سيارته جبروها في واحد الباركينغ ديال المزرعه اللي قريبه من ديك المدرسه الابتدائيه، وكانوا لقاو فيها حتى المفاتيح ديال السياره. وهذا كيشير على انه كان ناوي يرجع لطوموبيلته بسرعه، ما كانش غادي يبقى وقت طويل في المكان اللي كان فيه. ولكن البوليس ما كانش عارف علاش كان قريب من المدرسه ولا شنو كان كيدير تما. يعني اسئله بزاف وما كاين حتى جواب واضح. ومن بعد في الغد جبروا الجثه ديالو، وكما قلت غير الحذاء واحد ديالو اللي جبروه داخل الخزان اللي كان معاه. ومن بعد ما جبروا الجثه ديالو حتى الحذاء الاخر ديالو بعيد شويه على السياره فوق واحد المجرى ديال الماء. من بعد ما خرجوا الجثه وتنقات مشاو بها المركز ديال الاطفاء المحلي وداوها عند الطبيب باش يديروا التشريح. فالتشريح بسبب المرحله ديال يعني لانها كانت في الماء تبين انه مات بيومين قبل هاد الحادثه، يعني نهار 26 فبراير، يعني يومين من بعد ما والديه شافوه خارج من الدار. في الحقيقه ما كانت عليه حتى شي علامه ديال اعتداء، وما كانش كاين حتى دليل على انه تخاصم ولا دبز مع شي حد. فتم تصنيف الموت ديالو كحادث بسبب البرد الشديد يمكن وضغط على الصدر، يعني مات بسبب البرد القوي. لقاو خدوش وجروح في الرجلين والركاب ديالو، وهذا خلاهم يستنتجوا على انه دخل الخزان بوحده وباختياره، حيت هاد الخدوش كتجي من محاوله الصعود او التعلق باش يدخل. ومن بعد ملي دخل حاول يخرج واستعمل رجليه والركبات ديالو في المحاوله الخروج، وهذا السبب باش كان هناك خدوش والجروح على رجليه. بزاف ديال الناس اللي مستغربين كيفاش يقدر يدخل اصلا داك الخزان حيت ضيق وما يمكنش شي انسان يقدر يدخل له، وما كاين حتى واحد اللي عارف كيفاش دارها. ولكن في الاخير راه دارها وهادشي مكتب عليه، وبغض النظر على الرعب ديال المكان دخل ليه. الله اعلم علاش دار هادشي، وغادي ندخلوا دابا في النظريات على حسب
نظريات ديال البوليس اللي طرحها، حيت بصراحه ما كايناش معلومات كثيره غير فرضيات والتخمينات. النظريه الاولى هي نظريه المتجسس، وهذه النظريه اقترحتها السلطات بناء على نتائج تحقيق. يعني باختصار ما كانش كاين علامات اعتداء، وكانوا كاينين خدوش في الرجلين والركب اللي كتشير انه حاول هو يدخل ويخرج ولكن علق تماك، يعني بقى محصور تماك. وهذا كيدعم فكرة انه دخل الخزان باش يمكن يتجسس على الاساتذه ملي كانت غادي تستخدم المرحاض، ومن بعد حبس راسو تما. يمكن هذه النظريه الاولى، حيت راسو كان موجه لجهه فتحه المرحاض ورجليه مطويين باش يدخل في داك المكان الضيق. يعني كيبان انه دخل بوحده وباختياره، ولكن ما حسبش مزيان كيفاش يقدر يخرج، حيت رجليه والصدر ديالو كانوا مضغوطين وما قدرش يرجع يخرج وبقى محبوس تماك. ومن بعد ملي استوعب انه علق بدا كيحاول يخرج بعنف، ودار داك الخدوش والجروح اللي لقاوهم على الركبات ديالو، حيت الوضعيه اللي دخل عليها خلاته ما يقدرش يخرج. وزيد عليها الا كان شي حد اخر دفعوه كان خاص يبان بزاف ديال الاصابات الاخرى في الجسم، حيت الدفع في الانبوب الضيق كيخلي اصابات واضحه، ولكن هذا ما كانش موجود نهائيا. وزيد عليها سؤال اخر، علاش شي حد غادي يهتم يطوي الملابس ديالو ويحطها معاه داخل الخزان؟ اي شي واحد اللي غادي يهجم عليه ما غاديش يدير هاد الشيء، غادي غير يدفعو ويمشي. وزيد حتى فكره دخول هاد الانبوب كيبان شويه غريبه بزاف، ما عرفتش كيفاش فكر هاد الانسان. وفي الاخير بوليس وصل لهاد الاستنتاج، ولكن الوالدين ديالو رفضوا هاد الكلام كليا وبتاتا، وما قدروش يتصوروا ولدهم يدير شي حاجه بحال هذه، بحكم انه انسان خلوق وما عندوش هاد الافكار السلبيه وهاد الاشياء المسخه في العقل ديالو. كيبقى هاد الشيء صعيب حتى على اي والدين يتخيلوا على انهم ولدهم ممكن يكون داخل في شي حاجه بحال هادي. الناس ما كيبانوش على الجوانب المظلمه ديالهم، ماشي كلشي كيبان عليه انه ممكن يدير شي حاجه خايبه، ماشي بحال شي حد غادي يمشي للمدينه ويعلن انه شخص غريب الاطوال. انا شخصيا كنمين هاد النظريه بسبب الادله، حيت ما كايناش اصابات واضحه في الجسم ديالو، وما كاينش دليل قوي كيبين على ان شي حد دفعو او حطو بقوه في داك المكان. والخدوش اللي في الرجلين، يعني ديك الجرح اللي في الرجلين ديالو والركب، كيبانوا كيدعموا فكره انه حاول يدخل ويخرج بوحده، يعني هو اللي دار داك الشيء بيدو. وما كاين حتى حاجه اخرى كتفسر كيفاش دخل غير انه دخل بوحده. وهذا الشيء كيخليني نعتقد ان هذه هي النظريه الاقرب. نظريه اخرى هي ان نايكي والاستاذه يمكن كانت بيناتهم علاقه عاطفيه، ولكن للاسف صعيب نعرفوا الحقيقه الكامله حيث كاينين روايات مختلفه. بعض التقارير كيقولوا على انهم كانوا كيعرفوا بعضياتهم مزيان، والتقارير الاخرى كيقولوا غير اصدقاء فقط عفوا. اذا كما كان الحال اللي معروف هو انهم كانوا كيعرفوا بعضياتهم، يعني ممكن يكون كان بينهم تواصل او صداقه على الاقل، ولكن ما كاينش تاكيد واش كانت علاقه اكثر من هذا الشيء. يعني هذه النظريه غير فرضيه، ولكن اغلب النظريات فالقضيه كلها غير تخمينات، حيت ما كاينش شي دليل واضح، حيت القضيه مازال ما تحلاتش. بعض المصادر كيقولوا على انه يمكن كان كاين شي مثلث عاطفي بين هاد الشخص والاستاذه وحبيبها، او ان الاستاذه كانت كتخون حبيبها معاه. ومصادر اخرى كيقولوا على ان هاد الشخص اللي لقاوه مقتول كان صديق مقرب لحبيب الأستاذة، وأنه معاه ساعدوا يلقاو واحد الشخص اللي كان كيتحرش بها وكيهددها. أيا كانت العلاقة بيناتهم، اللي معروف هو أنهم كانوا كيعرفوا بعضياتهم، وهذا كيخلي ممكن أنه كان عارف أنها غادي تغيب من 24 حتى 28. ولكن إلا كان عارف هاد الشيء علاش غادي يدخل الخزان 24 فبراير وهو عارف أنها غادي تغيب 4 أيام؟ ما كاين لا أكل لا ماء والبرد قارس بزاف، يعني هاد الشيء ما كيدخلش للعقل. ممكن غير كان كيجرب، يمكن كان عارف أنها غادي تغيب 4 أيام وقرر يجرب كيفاش يدخل ويخرج من الخزان باش يقدر يشوفها بلا ما يتشاف، أو يمكن شافها غير خرجت وقرر أنها هي الفرصة ديالو ويدخل الخزان ويبقى كيتسناها حتى كترجع. يمكن حتى كان كيتخل على أنها غادي تمشي وترجع، ولكن الفكرة كلها مازال فيها بزاف ديال الأسئلة. وفكينا نظرية أخرى يمكن حتى كانت مواجهة أو شجار اللي وقع
حدا الخزان. من بعد شي حد حاول يخبي الجثة في داك المكان، وممكن حتى واحد ما دار حتى شي حاجة، يعني دارها بوحدو، ولكن ما كاينش تفسير واضح علاش ياخد غير صباط واحد ويخلي الاخر بعيد. وممكن حتى يكون حاول يخبي الاثار ديالو وما يخليش الاثار ديال الخطوات، ولكن حتى هادشي ما كيعطيش منطق كامل، حيت علاش الصباط وحده تبقى معاه وحده خارج الخزان. يعني هاد النظريات اغلبها غير اشاعات، حيت ملي شي حاجه ما كتفهمش الناس كيبداو يحاولوا يفسروها باي طريقه ممكنه، وما كاينش كيدرك على انه هاد الشيء فيه بزاف ديال الغموض. وزيد على هاد الشيء كونها هي اللي لقات الجثه، زاد أكد على أن هاد الإشاعات ديال هاد الناس زعمها صحيحة، وهي راه ماشي صحيحة. بصراحة أنا ما كنأمنش بهاد النظريات بزاف، حيت أولا كل شيء كيرجع للأدلة. الأدلة هي اللي كتحكم وكتحسم الأمر. ما كانش كاين دليل ديال الشجار يعني مدابزة بيناتهم، وكان خاص يكونوا إصابات كتار بزاف في الجسم ديالو إلا كان شي حد دفعوا فعلا بالقوة داخل داك الأنبوب. وزيد إلا كانوا الأساسدة كانوا تمك اولا وهي بالطريقه باش غوتت، يعني كانت مصدومه، مش يعني تفاجات، ماشي شي حاجه عاديه بالنسبه لها. وزيد الا كانت الاستاذه والحبيب ديالها المسؤولين على هذا الشيء، اكيد كانوا غيديروا شي طريقه افضل باش غادي يخبيو داك الجثه، وما غاديش يخليوها داخل الخزان ديال المرحاض ديالها، كانوا غادي يبعدوها ويخبيوها في شي بلاصه اللي بعيده تماما باش يزولوا الشبهات عليهم. وهذا كيوصلنا لواحد النظريه الاخيره، وهي انها مرتبطه بالخدمه ديال هاد السيد هذا ديال ناويكي. كما قلت من قبل كان خدام كمدير مبيعات في الشركه ديال واحد المحطه، وفي وقت الموت ديالو كانت كاينه انتخابات محليه عند رئيس على واحد رئيس ديال القريه، وكانوا نقاشات كثيره على توسعه الطاقه في ديك المدينه، حيث الا كان هذا التوسع غادي يفيد الاقتصاد ديال القريه، كانوا كاينين مخاوف صحيه خطيره على السكان الى دار هذا المشروع. ناويكي كان دار واحد البحث على الطاقه ديال فوكوشيما مع واحد الزميل ديالو. من بعد شهر واحد غير قبل ما يموت جال عنده بواحد تلقى به، لكن واحد المده قصيره تقتل بواحد الطريقه غامضه. يعني النظريه كتقول على ان في هذا البحث ممكن يكونوا اكتشفوا حاجه شي حد ما بغاش يبينها او تبان ضده، او ممكن يكونوا داروا مشاكل مع شي ناس عندهم علاقه بهذا المشروع ديال الطاقه. وهاد الناس او الجهه اللي تضرت من هاد الشيء ممكن يكونوا مسؤولين على جوج ديال هاد الاشخاص اللي توفاو. وزيد على هاد الشيء كامل كان هاد السيد كان كيدعم العمده ديال هاد المدينه، ولكن من بعد توقف فجاه على الدعم ديالو، وكانوا اشاعات على انه اكتشف خيانه او فساد وما بغاش يبقى مرتبط بهم، وإلا فعلا كان اكتشف شي حاجة خطيرة. فهذا يفسر علاش العلاقة مع هاد السيد تقطعت فجأة، ولكن هذا ما كيعنيش على أن فعلا هاد النظرية صحيحة، حيث ما كاينش الدليل. إذن كل هاد النظريات والمعلومات على هاد القضية عارف على أنها ماشي قضية فيها بزاف ديال المعلومات، ولكن فعلا قضية غريبة، وبغيت نعرف الرأي ديالكم نتوما، وانا متاكده غادي يكونوا عندكم بزاف ديال الاراء انا شخصيا ورا ضغط حاولت نعطي بزاف ديال التفسيرات. في الاول كتبان قضيه ماشي عاديه، ولكن فيها بزاف ديال التعقيدات، حيت ما كاينش اثر الاعتداء او المدابزه، وما كايناش ادله كتبين انه تعرض للدفع بالقوه داخل الانبوب. وما كنتمناش يكون هذا الشيء صحيح، حيت ما كنحبش فكره ان شي شخص غريب يدخل الخزان ديال المرحاض باش يتجسس على الناس. ولكن للاسف كاينين الناس بحال هكا، كاينين اشخاص مرضى فعلا في هذا العالم، وهذا هو التفسير الاقرب بناء على الادله. ولكن بغيت نسمع الراي ديالكم، كيفاش كتشوفوا هذه القضيه؟ حاولت نطرح بزاف ديال الفرضيات، شنو الفرضيه اللي قدرت تكون صحيحه؟ انا غير بغيت نهضر عليها معاكم، هذا كل شيء. وكنتمنى تكونوا استوعبتوا هذه الفكره، حيت الاراء ديالكم فعلا كتهمني. هي فعلا واحد القضيه اللي كتخلي الدماغ يخدم بزاف ديال المرات، وما كاينش الدليل. المشكله ان ما كاينش الدليل ما كايناش، والفتحه ديال داك الخزان صغيره، ما يمكنش شي حد يدخل لها. وكيفاش
الصباط غادي يكون واحد اللي قدام الخزان، واحد خارج الخزان. الملابس ديالهم مطويين قدام الخزان. يعني بزاف ديال الفرضيات. شنو هي الفرضيه الاقربين لكم؟ حاولوا تكتبوا لي في التعاليق. ايوا اذا وصلتوا معايا لاخر القصه ما تنسوش دعموا اختكم منال وتشتركوا في القناه ديالي باش يوصلكم الجديد، وكذلك التعليقات الايجابيه هي اللي غتخليني نستمر معاكم. وديما كنقولها لكم، واش كتفضلوا القصص الطويله ولا القصيره؟ وكنتمنى تدعموني في هذه القناه، حيت القناه الاخرى ديالي وقع لها مشكل وما بقاتش عندي، وكنتمنى نرجع كما كنت قبل. وشكرا لكم كاملين، وكنتمنى لكم نهار مبروك.